ان هو بيتكلم مع هو كابتن سعفان كان بيكلم الحكم. فميدو راح متكلم مع كابتن سعفان. لا بس هم دي كاميرا خاص للنهار مش كاميرا اللي ذاعت المباراه يعني. هو في الروايه كده كابتن كريم يعني من وجهه نظر الشخصيه. هو بص كابتن سعفان بيقول انا ما كلمتكش انا بكلم الحكم يعني حسب اللي احنا شايفينه. بص يا كابتن كريم كده من وجهه نظر الشخصيه الاثنين غلطانين. ببساطه شديده المفروض الكابتن احمد حسام ميدو ملوش دعوه بالدكه المنافسه يكلموا الحكم او يكلموا لاعبين. انا معايا كابتن احمد حسام ميدو. طب يلا يا ميدو وسعفان كمان. مساء الخير يا كريم. ازيك يا ميدو اخبارك ايه؟ الحمد لله. هارد لك النهارده. قول للناس المؤدين بتوعك ما يخشش ما يدخلونيش بقى كده مداخله مع حد ومواجهه مع حد. احنا مش خناقه. مفيش مشكله يا ميدو احنا مش داخلين نتخانق ولا العكس احنا داخلين يعني بنهدي الدنيا بنهدي الدنيا. كريم ما ينفعش ان انت تقول لا استنى خليك معايا وميدو هيتكلم وانت تتكلم. بالعكس يا ميدو ده انا خليت كابتن سعفان يستنى على يعني شويه عشان انت تتكلم. بالعكس لا مش ما دخلش ما فيش. انا سعفان الصغير يعني ما فيش راجل يعني ما فيش مشكله يعني الراجل نرفزه الملعب وكل حاجه. لكن هو بيتكلم بعد الماتش بيقول ايوه يا ميدو مش عارف ايه الكلام ده عيب يعني. اكبر من كده. انا عارف ان هو اسمه صغير بس هو اكبر من كده يعني. طيب دي وجهه نظر وكل واحد بيتحمل كلامه يا ميدو. يعني عايز اتكلم معاك في المباراه النهارده. شايف المباراه ازاي من الناحيه الفنيه؟ لا مش هتكلم في الناحيه الفنيه. مش كلام في الناحيه الفنيه زي ما قلت في المؤتمر. زي ما نادي الزمالك اتخصم منه نقاط مباراه حرس الحدود. النهارده قدام الناس كلها مباراه بجماهير. ناس بتشتمني ورا الدكه بتشتمني طول المباراه 90 دقيقه والله. واحنا مش هنتنازل عن حقنا. احنا بنطالب بنقاط مباراه الاسماعيلي. ده الكلام اللي على المباراه. انما كلام فني لا مفيش كلام فني. الناس اللي موجوده مع حضرتك في الاستوديو ليهم طبعا كل الاحترام. انا بسالك كمدير فني لنادي الزمالك. مباراه النهارده يعني منافسه ما بين الزمالك والاسماعيلي. طب كمحلل يا ميدو بلاش كمدير فني كمحلل ازيك الاول؟ لا حضرتك المحلل يا كابتن طارق انا مش محلل. انا مدير فني. اللي حضرتك في الاستوديو بتحلل. انا راجل مدير فني. انا مش هتكلم عن النقاط الفنيه للمباراه لان احنا بنلعب دوري من غير جمهور في حاله حضور الجمهور واثبات ذلك في تقرير مراقب المباراه اللي هو كتب كده في تقريره. واحنا عرفنا احنا بنطالب بنقاط المباراه كامله لنادي الزمالك. مراقب المباراه كتب ان كان في جماهير وحصل سباب والفاظ ضد احمد حسام ميدو مدير الفني الزمالك. يا كريم الماتش كان بجمهور. في جمهور الحته اللي فوق كلها انت عايز تسمع عليها. الحته اللي فوق المقصوره كلها مليانه جمهور. ايوه. واحنا نادي الزمالك دخل 4 تنفار 4 عيال دخلوا 4 ماتش الحرس. تاني يوم خصموا مننا النقطه بتاعت الماتش. اشمعنى نادي الزمالك؟ تمام؟ يعني لما قالوا ماتش بتروجيت قال لك هو بتروجيت عندهم جمهور. طب ده الاسماعيلي عندهم جمهور اهو. يعني الاسماعيلي نادي جماهير. فمفيش كلام فنيا. فالحاجتين اللي بتكلم فيهم سعفان الصغير مش هقدر ارد عليه. احنا مش صغيرين نرد على بعض في التلفزيونات. انما فنيا مفيش كلام فنيا. الكابتن طارق وكابتن وليد هم اللي اتكلموا فنيا على اللقاء. طيب شايف فرص الزمالك ازاي يا ميدو للصعود بعد مباراه النهارده؟ لازم ال3 نقاط بتاع مباراه النهارده ناخدهم بعيدا عن القصه. بعيدا عن الصعود. احنا النهارده بنلعب دوري من غير جمهور. ما ينفعش ان نادي الزمالك يتاخد منه نقاط وفي نفس الوقت يروح يلعب مباراه في اسماعيليه جمهور بيحضرها عادي. ناس بتشتمنا 90 دقيقه ورا البنش. وبعد كده نطلع نتكلم فنيا في المباراه. تتكلموا فنيا في ايه؟ الحاجه الوحيده اللي اتكلم فيها فنيا ان الحكم قدام عينيه ضربه جزاء بتاعت شوقي السعيد والراجل ما حسبهاش. الكره اللي جت في ايده كده ضربات جزاء على نادي الزمالك بهذا الشكل 3 4 مرات. بس دي الحاجه الوحيده. ايوه. طيب يعني انا عايز برضو يعني افرض النقاط ما اتحسبتش لنادي الزمالك او شكوى نادي الزمالك ما اتنفذتش. ده يخص مجلس الاداره. انتوا لسه يا كابتن ميدو يا كابتن احمد. انتوا لسه عندكم فرصه كبيره جدا جدا. احنا لسه عمالين بنتناقش في فرص بتروجيت والزمالك والاسماعيلي. ال3 فرق عندهم فرصه كبيره جدا لو قدرت تكسب. بالاضافه لاتحاد الشرطه كمان يعني. واتحاد الشرطه طبعا مع كامل الاحترام ليهم. لكن ال4 فرق عندهم حظوظ متساويه حتى لو ما خدتش ال3 نقاط. كان لسه معانا المستشار مرتضى منصور قال كل الدعم للجهاز الفني وماليش دعوه بالناحيه الفنيه. يعني انا شايف ان برضو نادي الزمالك بيقدم كره حلوه والنهارده كان كويس في بعض فترات المباراه ومقدمين كوره حلوه قوي على مدار الاسابيع اللي فاتت. فانا شايف برضو كل التركيز يا كابتن احمد وكل التركيز في الملعب. انا شايف ان نادي الزمالك فرصته كبيره. شكرا يا كابتن وليد. شكرا.
يلا ميدو هارد لك، وما يعني ما تزعلش، وان شاء الله الفتره الجايه تكون افضل بالنسبه لنادي الزمالك. انت عارف يا كابتن كريم، بشكرك كابتن احمد حسام ميدو المدير الفني لنادي الزمالك. المشكله برضو تاني بقولها كل فتره كبيره